من منا لا يعرف لبنى ابنة السمربو؟ جيل التسعينات سيتذكرها جيدا. أنا شخصيا كنت من أشد المعجبين بها وبإتقانها لفن التمثيل، خاصة في دورها بالسلسلة الشهيرة سي مربوح. كنت دائما أنتظر الحلقات على أحر من الجمر، وكم كانت أجواء الشتاء جميلة حين نجتمع بعد وجبة العشاء مترقبين عرض حلقة جديدة. تابعت الجزئين دون أن أشعر بالملل، وكنت متشوقة لرؤية الجزء الثالث، لكن للأسف لم ينجز. ورغم ذلك ظللت أنتظر ظهور حسناء هبون أو لبنى في أعمال أخرى، لأنها فعلا كانت موهوبة، غير أنها منذ سنة 2001 لم تظهر في أي عمل جديد، فاختفت على الأنظار. وما زال الجمهور رغم مرور السنين يتساءل عن سبب غيابها. حسناء هبون جسدت دور لبنى إلى جانب فنانين كبار مثل محمد الجم، سعيدة بعدي، عبد الصمد مفتاح الخير، والراحل محمد الدسوقي. وفي إحدى تصريحاتها الإعلامية وجهت الفنانة الكبيرة سعيدة بعدي رسالة مباشرة إلى حسناء هبون ابنتها في العمل، قائلة: خسارة لأنها واحد طاقة كانت جميلة، فقدناها، كانت رائعة في أدائها. ونظرت الفنانة سعيدة للكاميرا مباشرة ووجهت رسالتها لحسناء: أنا ما كرهش أن تعودي يا حسناء من غدا ونعمل سويا، ندير تجربة أخرى من نوع آخر، وأنت ممثلة ممتازة. لا توجد 15 من حسناء هبون، توجد حسناء واحدة. فأنا أوجه لك رسالتي إن كان ممكنا، إن كان هذا الشيء لن يضرك طبعا. وبخصوص هل ما زالت في تواصل معها، ردت الفنانة سعيدة: لا، أنا في الدار البيضاء وهي في الرباط. اعتزلت علاقتها نهائيا حتى مع الناس المقربين في الميدان. ونحن كجمهور اشتقنا لعودتك حسناء هبون، وكم نتمنى أن نراك من جديد في عمل يليق بموهبتك الكبيرة. كما قالت الفنانة سعيدة بعدي: لا توجد 15 من حسناء هبون، هناك حسناء واحدة فقط.